السلام عليكم متتبعين كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم بريوش بأسهل طريقة، طريقة رائعة. كيجي لذيذ وكيوجد دغيا وما فيهش المقادير بزاف. خليكم مع الفيديو، بسم الله على بركة الله. هنا كنحتاجو بيضة وحدة، كيس واحد من الفانيليا، رشة ديال الملحة، 4 المعالق نتاع السكر، 4 المعالق ديال الحليب المجفف، ياغورت مسوس طبيعي، نص كاس ديال الزيت. كنخلط جميع المكونات، ملعقة ديال الخل، ملعقة ديال الخميرة الفورية، 2 كيسان ديال الماء دافي، غادي ندير شوية ديال الطحين مقدار 2 معالق. كنخلي الخميرة حتى كتفاعل، عاد كنزيد الدقيق. غادي نغطي عليها نخليها واحد 2 حتى 3 دقايق حتى تفاعل الخميرة صافي. هنا غادي نضيف الدقيق، كيس ديال الخميرة، كنخلط وكنزيد الدقيق. صافي كنبقاو نخلطوا العجينة مزيان. هذا هو القوام ديالها، ما غاديش نزيد الدقيق. كتجي قاصحة شوية على العجينة ديال الكيكة، هانتوما كما كتشوفوا. هذا هو القوام ديالو. غادي نهزو بالملعقة باش يبان لكم. غادي نغطي على العجينة ديالنا باش ترتاح، باش تختمر. هنا صافي العجينة اختمرت. كنجيب واحد المول اللي غادي نطيبو فيه، كندهنوه بالزبدة وكنرشوه بالطحين صافي، وكنكبو فيه الخليط. الفران انا شعلته راه سخون، النار غير من تحت، نار مهيله باش طيب على خاطرها، طيب لينا مزيان من الداخل. صافي كنقادها بحال هكا، كنقادوها مزيان.
كنهرسو واحد البيضة كنديرو فيها نسكافي وشوية ديال الخل صافي، وكنبداو ندهنوها من الفوق. غادي نديرو ليها شوية ديال الزنجلان. هنا انا خرجتها من الفران، ها هي كما كتشوفوا طابت. هانتوما كما كتشوفوا معايا جات زوينه ورطبه. هذا هو الشكل ديالو، كيجي زوين بزاف ولذيذ، والطريقه ديالو سهله كما شفتوا معايا، وما فيهش المقادير بزاف، وما كياخذش حتى الوقت بزاف، دغيا كيوجد. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. شكرا لكم على المشاهده، دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.